في السنوات الأخيرة برزت على مياه المتوسط قصة شحنة ثقيلة، 350 آلية مدرعة خرجت من ميناء إماراتي بوجهة معلنة نحو الشرق، لكنها سرعان ما انحرفت لتسلك مسارا آخر نحو ليبيا. رصدت السفينة في عرض البحر تحت غطاء الحظر الأوروبي، لكنها لم توقف. تحولت إلى الموانئ اليونانية، وبإشارة سياسية تحول مسارها مجددا وصولا إلى مصراتة، حيث أصبحت العجلات في خدمة حفتر. إيطاليا اعترضت، صرخت بأن هذه الآليات تقترب من حدود الجزائر، وأن استقرار الجنوب ليس ورقة للعب. لكن الضغط كان أكبر. الإمارات دفعت التمويل، اليونان فتحت الميناء، وإسرائيل ظهرت في الظل بغطاسين ومعدات بحرية ترصد وتؤمن. الهدف معلن: مواجهة تركيا ومنعها من التمدد في الشرق المتوسط. الهدف الغير معلن: فتح خطوط إمداد مضمونة لحفتر في طبرق على مقربة من طرق الملاحة الحيوية نحو كريت وجافدوس. هنا يظهر البعد الأعمق: صراع بحري لا يسجل في الخرائط الرسمية، طواقم إسرائيلية على سفن يونانية، عمليات غوص عسكري قرب طبرق، وتمويل إماراتي يربط الميدان بالصناديق السوداء للنفوذ. كل ذلك خارج الرقابة الأوروبية، وكان الحظر مجرد حبر على ورق. الجزائر تراقب، تعلم أن أي فراغ أمني في جوارها الشرقي لن يبقى فراغا طويلا. تعلم أن إدخال مدرعات إلى شرق ليبيا ليس مجرد شحنة، بل رسالة، اختبار جديد لقدراتها على حماية حدودها. إيطاليا رغم مصالحها وجدت نفسها مضطرة للحصول على ضمانات أمنية تخص الجزائر قبل أن تغض الطرف. ضمانات من حفتر، رجل غير مواقفه أكثر من مرة وفق الريح الخارجية، فهل يوثق بها؟ القصة تكشف أكثر من مجرد تهريب سلاح. إنها صورة مصغرة لمعركة النفوذ في ليبيا. إمارات تمول، إسرائيل تؤمن، اليونان وقبرص تفتحان الطرق، تركيا تواجه، وإيطاليا تحاول حماية مصالحها في الغاز والممرات. أما الجزائر فهي النقطة الصامتة في المعادلة، لكن الصمت هنا ليس حيادا، بل يقظة تعيد رسم الحسابات. الرسالة واضحة: أي خلل في ليبيا ينعكس مباشرة على الجزائر. أي محاولة لإشعال شرق المتوسط ستجد صداها على حدود الصحراء. والقصة لم تنتهي، لأن من يلعب لعبة الظلال في المتوسط يعرف أن الجزائر لا تترك فراغا في جوارها، ولن تسمح بأن تكتب معادلة الأمن دون توقيعها.